في الحلقة اللي فاتت بصينا على السي في السريع بتاع أي ويب سايت عن طريق الدومين اوفر فيو، ولما بصينا على نون دوت كوم شفنا رقم ضخم جدا في الأورجانيك ترافيك، ملايين الزوار كل شهر. بس السؤال اللي بيسأله أي ماركتير شاطر مش كام، السؤال هو إزاي ومنين وفين. إزاي قدروا يجيبوا كل الترافيك ده؟ منين بالظبط؟ إيه الكيوردز اللي بتدخل لهم الملايين دي؟ فين أقوى صفحة عندهم اللي بتشتغل زي المغناطيس تجيب لهم الزوار؟ النهارده هنستخدم تول جديده تعتبر زي جهاز الاشعه الاكس راي اللي بنعمله جوه سيمرش. الاداه دي هتخلينا نشوف الاس اي او استراتيجي بتاع اي حد. النهارده هنشرح اداه الاورجانيك ريسيرش وهنطبقها بشكل عملي على موقع نون دوت كوم عشان نطلع بكنوز حقيقيه. اعمل سبسكرايب ويلا بينا. يلا بينا نفتح شاشه الاورجانيك ريسيرش، هنروح للاس اي او ونفتح منها اورجانيك ريسيرش، هنكتب اسم الويب سايت اللي بنعمل الريسيرش عنه ونبدا نشوف النتائج. اول حاجه بشوفها عدد الكيوردز اللي بيرانك بيها الويب سايت ده. هما بيرانكوا في اكتر من 230 الف كيورد، متخيلين الرقم؟ يمكن هما بداوا فعليا من منتصف ما بين 17 و18، لكن بداوا ينطلقوا بشكل حقيقي يعني في النص الثاني من 19 ل 20. طيب احنا هنا بنعمل الريسيرش بتاعنا على الاول تايم. لو ضغطت على 1 month 6 months year 2 year هيبدا يحكي لي التايم لاين بتاع الكيوردز. ال 230 الف كيورد دول بيجيبوا لي ترافيك قد ايه؟ بيجيبوا لي 4 مليون ترافيك، 4 مليون زياره بتحصل على الموقع ده كل شهر. الترافيك كوست لو انا هشتري الترافيك ده فعلي هدفع كام؟ هدفع حوالي 4 مليون دولار. من ضمن ال 4 مليون زياره اللي بتحصل هنا في 1.4 ترافيك براندد ترافيك جاي على اسم البراند، مش جاي وخلاص. في حين انه النون براندد ترافيك، الترافيك اللي مش جاي على اسم براند 2.7 مليون. اي يوزر عادي عينه هتقع على الارقام دي هيقول واو ويتخض ويحس ان الموضوع كبير وبعيد. احنا كماركتيرز بنركز على ايه؟ بنركز على الترافيك كوست، تكلفة الترافيك. الرقم ده هو اخطر رقم في الشاشة دي بشكل حقيقي. ده معناه ايه؟ ده معناه انه المبلغ اللي نون كان هيدفعه كل شهر في الاعلانات وما دفعهوش لانه هو قوي كفاية كان 4 مليون دولار. الرقم ده هو القيمة الحقيقية لمجهود الاس اي او تيم. يعني انا لو هقدر شغل الاس اي او تيم واقول هو وفر لي كام، هو وفر لي 4 مليون دولار. فلما تيجي تعرض على عميل او مدير اهمية الاس اي او ما تقولوش احنا هنجيب كام، قول له انا هوفر عليك كام كنت هتدفعه. فده هيحول الاس اي او من حاجة على اللونج تيرم مش عارفين هي هتوصل بينا لفين، لاستثمار واضح قادرين نقيسه، قادرين نقول ده هيوفر علينا كذا. فيبقى القرار عند الانفستور او صاحب البيزنس اسهل في الاستثمار في الاس اي او. طيب يلا بينا ندخل على كلمة توب كيوردز ونبدأ نشوف ايه الكيوردز اللي الموقع ده بيرانك فيها. اتفقنا ان هو عنده اكتر من 200 الف كيورد بيرانك فيهم. هل كل الكيوردز دي انا هستخدمها؟ ابدا. انا هعتبر البيج دي هي منجم الذهب الحقيقي. دي قائمة فيها كل الكيوردز الموقع نون بيظهر فيها على جوجل. بس ازاي كماركتير الاقي كنوز وسط الاف الكلمات دي؟ ببساطة هنعمل فلتر. هنضغط هنا، هنعمل تشيك على كل الكيوردز وهنعمل لها اكسبورت. هقول له انا عايز اكتر من 10,000 كيورد، اعملهم في شيت اكسل، في ثواني هيبدأ ينزل. هسيب الشيت ده عندي وهبدأ افتحه. من الشيت اللي هيطلع ده هبدأ اقرا الارقام. اولا هفتح الفلتر ونكبر شوية ونبدأ نشوف احنا محتاجين نفلتر بايه بالظبط. قبل ما افتح الشاشة دي انا هرجع خطوة للشاشة الأساسية بتاعت سيمرش عشان شكلها ألطف شوية. أول حاجة أنا محتاجة سيرش بيها هي إيه؟ هي الانتنت. يعني إيه انتنت؟ يعني نية الباحث، نية المشتري. هنا الكيورد دي نية الباحث فيها إنه بيدور على specific page أو ويب سايت. هو بيدور على ويب سايت معين. لما عمل سيرش بكلمة كوفي فهو بيدور على برودكت معين، انفورميشن عن منتج معين. لو نزلت تحت شوية هلاقي حرف السي، ده معناه كوميرشال. هو هنا بيدور على براند، بينفستيجيت، بيعمل تحرياته عن براند أو خدمة معينة.
لو نزلت كمان تحت شوية هلاقي حرف التي. يعني ايه؟ transactional، يعني اليوزر هنا مستعد انه يشتري فعلا، يكمبليت الاكشن او الكونفرجن بتاعه، يكمل الخطوة التالية ويبدأ يشتري. حلو جدا، دي معلومة مهمة أنا محتاجة استفيد منها. يبقى أول حاجة هعملها هروح للكيورد انتنت وهدليت كل الأسباب اللي بيسيرش بيها اليوزر وهسيب بس الترانزاكشن. دي كده الكيوردز اللي على موقع نون اللي العميل لما بيضغط عليها بيروح على بيج بتخليه يشتري فعلا، مش مجرد انه بيسيرش. دي أول خطوة. القائمة دي مش بتبقى مجرد كيوردز، القائمة دي بتبقى قائمة لاحتياجات العملاء اللي عندهم فلوس وجاهزين فعلا يشتروا وياخدوا الأكشن. فهنعتبر ان دي أهم كلمات لازم تبني عليها صفحاتك ومنتجاتك لو ده فعلا منافس ليك. طيب عندي ايه كمان؟ عندي فلتر اسمه البوزيشن فلتر، اقدر منه افلتر بشكل مباشر من هنا. هنختار لو دخلت كده بصيت هلاقي انه في كيوردز كتير هو واخد فيها بوزيشن رقم واحد، فارخص طبعة هو رقم واحد، حوض استحمام اطفال هو رقم واحد. طيب هل انا هقدر انافس في رقم واحد؟ لا، صعب جدا طبعا. فبعمل ايه؟ فبروح للبوزيشن وبختار البوزيشنز من رقم 4 لرقم 10. دي بس الكيوردز اللي انا عايزاها دلوقتي. طيب ليه اشمعنى اخترت الكيوردز دي؟ مش كان افضل ان انا اختار الكيوردز اللي متصدر فيها موقع نون رقم واحد لان دي اكتر كيوردز الناس بتسيرش عليها؟ الحقيقه بس الديفيكالتي بتاعتها صعوبتها هتبقى صعبه جدا. يعني كلمه كوفي الكيورد ديفيكالتي صعوبة الكلمة 73%، صعبة جدا، بعكس كلمة زي مكتب، بعكس كلمة زي آلة حاسبة. دي كيوردز سهل ان انا ارانك فيها، مش هتاخد مني نفس الوقت والمجهود اللي هحتاجه لو حبيت ارانك في كلمة نون متصدرة فيها واخدة فيها مركز اول. فخلينا نعتبر انه الكيوردز اللي موجوده في البوزيشن من رقم 4 لرقم 10 دي الكيوردز اللي فعلا نقطه ضعف عند المنافس ده، فنقدر نشتغل عليها بشكل كويس. وخليني اقول لك سر كمان، دي الكيوردز اللي انت لو اشتغلت عليها عندك في الموقع بتاعك هتلاقي موقعك بيتصدر وبيعمل نتائج احسن كتير جدا جدا. كده عرفنا اولوياتنا من كيوردز المنافسين. ابدا اشوف مين الكيورد اللي عليها فوليوم، عليها حجم بحث اكتر، عشان في الاخر اوصل لل 20% اللي بتحقق لي 80% من الهدف. خلصت البوزيشن، ابدا ادور في تاب تانية اسمها بيجز. هنا هبدأ أشوف إيه أكتر البيجز اللي بتجيب ترافيك للموقع ده. فهلاقي إنه الهوم بيج بيجي لها أكتر من 1,000,000 زيارة. دي صفحة مهمة جدا، بس أنا مش هقدر أنافس فيها، أقدر أنافس في الصفحات التالية. صحيح الترافيك بتاعها ممكن يبقى أقل، بس هي ريليتد بطبيعة شغلي. أنا بقدر أقدم قهوة، أنا بقدر أقدم جروسري، أنا بقدر أقدم أدوات مكتبية، أنا بقدر أقدم كذا وكذا. فببدأ أشوف ايه الصفحات اللي هو متصدر فيها، فهفهم انه موقع نون في السعودية شاطر جدا فيما يخص القهوة، شاطر جدا فيما يخص الجروسري. يبقى دول اهم حاجتين انا محتاج اركز فيهم لو انا عندي ويب سايت شبه نون بيبيع في السعودية. هفتح لينك الويب سايت او لينك الصفحة دي وابدأ اشوف ايه فيها منتجات مهمة جدا الناس بتسيرش عنها. مش هروح للريكومندد، هروح للبيست ريتد، وهبدأ أعرف إن النسكافيه ال 190 جرام تحديدا اللي بيتباع ب 31 ريال ده أحسن منتج بيتباع عند نون. فمن هنا هبدأ أفهم طبيعة الموقع، وهبدأ أعرف كمان الوينر برودكتس اللي ينفع أشتغل عليها. زي ما اتفقنا إنه دايما في أي حاجة بنعملها هنا بحاول أدور على 20% اللي هيحققوا لي الهدف. فهنا هتلاقي غالبا إنه 80% من الزوار بيجوا من 20% من الصفحات بس. أنا مش مهتم إن أنا أذاكر كل الصفحات، أنا مهتم بأول 20 صفحة بيدوني ترافيك. طيب لو أنا عايزة أتصدر في صفحة زي صفحة الكوفي، هروح للكيوردز اللي هم متصدرين فيها، هلاقي إنه في 7 كيورد بس الناس بتسيرش بيهم. هبدأ أخد الكيورد دي، شايفين علامة الزائد، هبدأ أضيفها للليست بتاعتي عشان أبدأ أكتب فيها وأحطها من ضمن الكيوردز اللي أنا محتاج أعملها تراكنج فيما بعد. وبكده هبقى حللت المنافس بشكل كويس جدا من صفحاته الأساسية. طيب إيه كمان محتاجة أبص عليه هنا؟ محتاجة أبص على الكومبيتيتورز.
المنافسين الخاصين بالصفحة دي. هنا هلاقي في عدد من المنافسين، هلاقي الموقع بتاعي نون هو اللون ده، وهلاقي انه امازون هو واخد متصدر بشكل اكبر. هلاقي بعض المواقع المنافسه ليه. طيب المواقع المنافسه دي في ليست بيها؟ هو بيبدا يعملها لك في ليست كبير، كل موقع منهم يبدا يقول لي هو بيرانك في عدد كيوردز قد ايه، الترافيك اللي بيجيله كل شهر قد ايه، والاورجانيك ترافيك ده لو كان دفع عليه فلوس كان هيدفع قد ايه. فبنبدا ناخد كل التحليل ده ونبدا نذاكره عشان نطلع منه كيوردز الاساسيه اللي انا هشتغل عليها الاي سي او الفتره الجايه. لو بصيت هنا على البيت كيوردز هنلاقيه في النسخه المدفوعه، فهنخليه للمره الجايه. وهنا احنا اتفقنا ان النسخه المدفوعه فيها اكتر من باقه. احنا هنا مشتركين في باقه البرو، محتاج باقه الجورو عشان تبدا تشوف الكلمات المفتاحيه للاعلانات عند المنافس بتاعك ايه هي. طيب خلينا نرجع تاني لموقع نون. في جزء الاورجانيك ريسيرش هتلاقوا كلمه اسمها سب دومينز. ايه دي بقى؟ دي السب دومين اللي طالعه من موقع نون. هلاقي انه نون مش مجرد الموقع اللي احنا عارفينه، لا هو عامل مواقع تانية كتير زي الافليتر، زي هيلب ايجيبت، زي تراكنج، زي كذا زي كذا، مواقع بتسبورت الويب سايت الاساسي. طيب انا هستفيد ايه لما اعرف معلومه زي دي؟ هستفيد انه مش بس الداشبورد اللي بتظهر لليوزر، لا هو في شغل في الباك اند كتير بيتعمل. كل شركه بتحاول تقدم احسن خدمه لليوزرز بتوعها، فهلاقي ان نون باذله مجهود كبير جدا جدا، بتعمل ويب سايتس تانية مساعده ومكمله عشان تقدم خدمه فعلا افكتيف للعميل بتاعها. فعشان تعمل ده بشكل يعني محترف ما ينفعش ان هي تعمله على نفس الدومين بتاعها، فبتعمل سب دومينز تقدم بيها الخدمات المكمله زي خدمه مثلا الشحن والتوصيل، انه العميل يتراك الاوردر بتاعه ويبدا يعرف الاوردر بتاعه هيوصل امتى. ده بيحتاج تراكنج سيستم، فهي مش هتعمل السيت اب بتاع التراكنج سيستم على نفس السوفت وير اللي هي عامله عليه الويب سايت الاي كوميرس. هي بتحاول تفرق ما بين ده وده as a professional way ان احنا نوصل خدماتنا للعميل. فبالتالي انا من هنا اقدر اعرف كمان تفكير البزنس شغال ازاي. ها بقى يلا قولوا لي، هل الموضوع اختلف معاكم ولا لسه؟ احنا ما دخلناش عشان نشوف ارقام نون عامله ازاي، احنا دخلنا عشان نعمل تشريح كامل لموقع نون. عرفنا القيمه الماليه الحقيقيه للاي سي او بنقيسها ازاي، بنعرفها ازاي، عرفنا ازاي نقنع الانفستور او البزنس اونر بشغل الاي سي او هو ازاي هيوفر عليه على اللونج تيرم. طلعنا بقائمة احتياجات حقيقية للعملاء اللي جاهزين يشتروا النهاردة، حددنا نقط قوة ونقط الضعف والفرص اللي ينفع نستغلها عند المنافس، فهمنا الاستراتيجي بتتبني ازاي، فهمنا الصفحات قوية هي قوية ليه، قوية بناء على اي كيوردز، عرفنا تفاصيل كتير قوي. دلوقتي انت معاك الطريقة تقدر تطبقها على اي منافس في اي مجال بنفس الطريقة عشان تحول الداتا لأرباح. بس استنى، معرفة استراتيجي المنافسين دي نص الطريق. النص التاني والأهم هو ازاي أضمن إن صفحتي أنا أحسن من صفحاتهم، ازاي أضمن إن موقعي أحسن من مواقعهم، ازاي لما الفيزيتور يدخل عندي أضمن إن جوجل شايف صفحتي على إنها الإجابة المثالية لسؤاله. ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية. هنمسك أداة تعتبر الساحر الخاص بالأون بيج. أداة الأون بيج اس اي او تشيكر هي الأداة اللي هتديك وصفة نجاح خطوة بخطوة لكل صفحة عندك عشان توصلها للمركز الأول في محركات البحث. خليني اوعدك ان الحلقه الجايه هتغير طريقه كتابتك لاي محتوى على الويب سايت بتاعك. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوفها. اما تاسك النهارده انك تدخل على الاورجانيك ريسيرش وتبدا تحط اكبر منافس ليك وتكتب لي في الكومنت ايه اكتر معلومه فاجئتك اكتشفتها عن المنافس ده. مستنياكم الحلقه الجايه.